تحية للجميع. اليوم غنتكلم على واحد النقط ديال التشابه ما بين السلوكيات او القرارات او البروباغندا الإعلامية التي تقوم بها الدولة الوظيفية الصهيونية الإمبريالية، واللي أقصد هنا الكيان الصهيوني بطبيعة الحال إسرائيل، وما يقوم به نظام الملكية المخزنية بالمغرب منذ عقود. ما تتكلمش فقط نشوفوا مثلا شفنا التصريحات ديال جون بولتون اللي هو كان دبلوماسي سابق مستشار في السياسة الخارجية، اللي كان في الأمم المتحدة، تحمل المسؤولية في الأمم المتحدة كسفير ديال الولايات المتحدة الأمريكية. كان مع حالة ما خرج تيوضح تماما ما معنى القضية المتعلقة بالصحراء الغربية، ويعني سخر من الادعاءات ديال النظام الملكي المخزني المغربي هذا على كون البوليزاريو منظمة إرهابية، فسخر منها واعتبر على أنه من الجنون حتى أن الإنسان يقول هذا الكلام هذا. اللي تيجرني هو أنه نقط الشراكة: النظام الملكي المخزني يحتل الصحراء الغربية، إسرائيل تحتل فلسطين، إسرائيل كل من يقاومها بالسلاح، يعني المقاومة المسلحة من أجل تحرير الأراضي ديالهم فهو إرهابي. يعني حماس، حزب الله، أي واحد يقاوم إسرائيل بالسلاح هو إرهابي. إيران والنظام الملكي المخزني هذا كذلك، يعني جبهة البوليزاريو هي الوحيدة التي اليوم يعني قادرة على رفع السلاح في وجه هذا النظام الاستبدادي العامل المتصهين الذيلي الفاقد لكل شرعية، يعني لأنه ينفذ فقط القرارات ديال الدوائر اللي تتحكم فيه. هو كذلك ينحو في نفس الاتجاه ديال الكيان الصهيوني. فبالتالي دابا غيبدا الخطه ديال بوليزاريو راه منظمه ارهابيه، وبالتالي العالم كله خصو يساندني ضد المنظمه الارهابيه، لانه كذلك نقطه الشراكه هو ان اسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب ضد ايا كان الا اذا كانت هناك حرب بالنيابه بمساعده بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. وكذلك المغرب دابا باغي يحول هذه الحرب ديال التحرير اللي تتقوم بها جبهه البوليزاريو، لانه عاجز على مواجهتها من خلال الحرب، انه يقوم كذلك بالوكاله، هو يحاول يدخل فيها فرنسا وامريكا وبريطانيا وداك الشيء تحت يافطه يعني مكافحه الارهاب الوهمي، واللي كل يوم تيخرجوا لنا يعني بخريفه من خريفات الحموشيه، واللي هي الحموشي هو راه عبد مأمور بحالو بحال كاع الاخرين. يعني الناس اللي باغيين يرفعوا لنا هذا الصراع هذا، وغنتكلم في فيديو قادم على هذا الشيء، باغيين يرفعوا لنا، باغيين يختزلوا لنا الصراع، هو اننا حنا مع الحموشي، حنا مع المنصوري، وتيبغيو يخليو ديك الملك معزول في المعادله وداك الشيء، ولا تكلموا عليه بعض المرات يتكلموا عليه واحد الاحتشام. هذاك جزء من الصراع اللي تتقوم به الملكيه ضدنا، وهذوك الناس ليسوا معنا، بل هما يمارسون كيفاش يقولون الانتحال ديال الهويه ديال انهم مناضلين ومع الشعب. اذا لحد هنا نتوقف. تحياتي.